شفنا في نهاية الحلقة اللي فاتت لما ليو اشترى مكونات كتير من السوبر ماركت وقابل المدير، والمدير قدم له هدية مخصوصة ليه. بنكمل القصة بنشوف ليو بيكتشف ان طقم الادوات الطبخ النادر مستوى متوسط من الرتبة التانية، والنظام رصد ان الطعم مناسب جدا للمتعاقد مع الشبح جيانجا. والنظام بيقول هل تريد ربط الاداة بالملك تلقائيا، وليو بيفكر بسرعة طقم بالمستوى مستحيل يضيعه، وبيقول فورا جهزه لجيانجا. وفي اللحظة اللي ليو خلص فيها كلامه صوت عالي انفجر في المكان، والدخان غطى السوبر ماركت بالكامل، ومن وسط الضباب جيانج ظهر فجأة ورا ليو ومسك طقم الطبخ وبص عليه ثواني، وبعدين قال بهدوء حاجة محترمة، وفي ثانية واحدة اختفى. ومدير السوبر ماركت كان واقف متجمد مكانه، والصدمة مالية وشه بالكامل، وبيفكر الطاقة مستحيلة، وصرخ في الخدم الأشباح وصلوا كل المشتريات لغرفته فورا. وليو ما اعترضش، والمعاملة الخاصة بدأت تشتغل بالفعل، وبص للمدير وقال له لو عايز عضوية ببيانة وحتى عضو بالمجلس أعمل إيه. المدير اتفاجئ وعينيه اتوسعت من الصدمة، وبيقول حضرتك عايز تدخل مجلس بيان. وليو كان متوقع رد الفعل ومهمة النظام محتاجة صرف أكتر، وأعلى أماكن الصرف موجودة عند طبقة الأعضاء الكبار فقط. وبيقول له بهدوء أكيد مين يرفض امتيازات أعضاء بيان. والمدير قال بصراحة أنا معرفش إزاي تبقى عضو مجلس، بس أعرف طريقة دخول أعضاء بيان العاديين. وقرب منه شوية وكمل بصوت جاد الشروط أصعب بكتير من عضوية المتجر، لأن أعضاء بيان لهم امتيازات في المجمع بالكامل. ليو سكت وركز مع كل كلمة، والمدير كمل وقال في 3 طرق معروفة للدخول، بس أيا كانت الطريقة لازم تدفع رسوم عضوية 150 ألف عملة. ليو تنهب بهدوء وبيقول واضح إنك لسه مش فاهم نقطة مهمة، الفلوس آخر حاجة أقلق منها. والمدير هز راسه وكمل بسرعة أول طريقة إنك تقدم مساهمة كبيرة للجميع أو للمجلس، وتشتغل سنين بأداء ممتاز، وتمنع حوادث خطيرة أو تقدم اقتراحات مفيدة جدا. ليو هز راسه بالرفض فورا، وبيفكر إن هسيب المكان بعد 3 أيام. تجميع المساهمات بالطريقة أصلا مستحيل. المدير فهم رفضه وكمل الطريقة التانية التصويت، ومركز الإدارة يقدم طلب العضوية، وبعدها السكان والمتاجر يصوتوا عليك، ولو أكتر من النص وافق تبقى عضو رسميا. ليو فضل ساكت لشوية، والمدير أخد نفس عميق وقال أما الطريقة التالتة فهي الأصعب، لازم 10 أعضاء يرشحوك أو 3 من أعضاء المجلس. ليو حفظ كل كلمة في دماغه، وبيفكر في رشوة نص المجمع أصعب بكتير من كسب 10 أعضاء بس، وبيفكر فين ألاقي أعضاء بيان أصلا. وليو ابتسم للمدير بهدوء وشكره على المعلومات، وبعدها طلع ورقة نقدية ب50 عملة وحطها قدامه تعويض بسيط على تعبك. عيون المدير لمعت بجنون، الفلوس خلت صوته يرتعش من الفرحة، لا تعب ولا حاجة يا ضيفنا العزيز. وليو استدار ناحية الباب، والمدير انحنى بجسمه القصير أكتر وأكتر، ويمشي براحتك المشتريات هتوصلك لحد باب غرفتك. وليو خرج من المتجر وواجهته الجديدة كانت واضحة، مركز الإدارة. ومدير المتجر لمح لثغرات كتير في القوانين وكلها ممكن تتحل بالمال. المصعد طلع بسرعة للدور الثالث، وأول ما الباب اتفتح ليو شاف شخص واقف قدام مركز الإدارة كأنه مستنيه من البداية. ليو خرج من المصعد ولقى بليد واقف عند الباب، وجنبه شاب صغير وواقف بخوف واضح. ليو ركز فيه للحظات وبيفكر طاقته الروحية ضعيفة جدا، حتى الوعي الروحي عنده بالكاد ظاهر، وفهم فورا ده اللاعب الثالث وآخر لاعب في المرحلة المشكلة إن الولد لسه جديد بالكامل وطاقته مفتوحة بالعافية، حتى مستوى لقاء الشبح لسه ما وصلوش، ولو اتحرك لوحده داخل المرحلة موته شبه مؤكد. ليو كان بيفكر وبليد قرب بالفعل وهو بيبتسم وبيقول له فانجيور جات انت كمان. وليو هز راسه بهدوء وقال له كنت في المتجر بجمع شوية معلومات ودلوقتي رايح مركز الإدارة. بليد هز راسه فورا، واضح ان افتكر ان ليو بيدور على شغل عادي علشان يجمع رسوم البقاء، محبش يحرجه فما سألش اكتر. وبعدها حط ايديه على كتف الولد الصغير وقال لقيت الطفل في الدور ال11 لسه معدي جولتين العاب بس وما دخلش حتى مواجهة اشباح حقيقية، ومع كده اترمى في المرحلة فيها 6 قوانين. ليو سمع الكلام وسكت وهو بيفكر، واضح ان بليد فاكرني مبتدئ زيه. وليو قرر يسايره وبيقول له حظه سيء فعلا، وبعدين بص عليه وقال له انت واخده يدفع الرسوم. وبليد هز راسه ايوه بس معهوش فلوس، هاخده مركز المعلومات يمكن نلاقي شغل ليه. وليو هز راسه باعجاب بسيط وبيفكر بليد شخص محترم فعلا، ولو بليد فضل يحميه بالشكل الولد هيعتمد عليه طول الوقت، ولو نجا المره المرحله اللي جايه هيموت بشكل ابشع. وبعد تحيه سريعه كل واحد اتحرك في طريقه، وبليد اخد الولد الصغير ناحيه مركز المعلومات، وليو كمل طريقه بسرعه ناحيه مركز الاداره. وليو بيفكر لازم استغل المرحله لاقصى درجه، قوه اهم من اي حاجه دلوقتي. وبعد دقايق ليو وصل قدام مركز الاداره وفتح الباب ودخل. المكان كان مختلف تماما عن مركز الرسوم ومركز المعلومات، الغرفه متوسطه الحجم والديكور بسيط لكن مرتب مش فاخر زي متجر سيلكتا، بس برضه واضح ان المكان مهم. وخلف المكتب 6 عجوز وشها هادي ومريح، لكن الطاقه اللي طالعه منها كانت مرعبه، وهو حس فورا ان قوتها قريبه من مستوى شبح حقيقي. والعجوز شافت ليو وابتسمت بهدوء وقالت له
أهلا أنا مديرة المناوبة وفي مركز إدارة بيان، وإيه الخدمة اللي يحتاجها المقيم؟ وما ردش عليها مباشرة ومشي ناحية الكنبة وقعد وحط رجل على رجل وبدون مقدمات بيقول عايز أقدم على عضوية بيان. العجوز اتفاجئت للحظة لكن الابتسامة رجعت بسرعة وقعدت قدامه وقالت تمام ممكن أفحص مستوى مساهماتك أو تقدم خطاب ترشيح من عائلة ليا أو من أحد الأعضاء. ليو هز راسه بهدوء ومش بيستخدم الطرق ديت ومد إيديه لجيبه، وفي لحظة ليو بيفكر النظام استبدل 15,000 يوان وحولهم ل 15 ورقة فئة ال 100,000، وفي ثانية واحدة بس رسمة فلوس رفيعة ظهرت في ايد ليو، والعجوز بصت للفلوس وابتسمت ابتسامة غريبة وبتقول آسفة لازم تتحقق الشروط الأول قبل ما تدفع رسوم العضوية. وليو ما ردش بكلمات ورمى ال 15 ورقة في الهواء مباشرة. الأوراق نزلت قدام العجوز ومع ظهور شعار بنك السماء والأرض على الأوراق طاقة مرعبة انفجرت في المكان، حتى الأرواح داخل المبنى توترت فجأة. أما العجوز في عينيها اتسعت بصدمة كاملة، الأصفار كتير على الورقة خلت ملامحها تتجمد بالكامل، والعجوزة بترتعش وهي بتقول دوت مستحيل. وليو رفع ايديه بهدوء واستخدم طاقة الين يسحب 15 ورقة ناحيته، والأوراق وقفت قدامها مباشرة وبيقول بهدوء 1,500,000 يعني 10 أضعاف رسوم العضوية، وبعدها مال بجسمه للخلف وكمل ببرودة اعتبريها تبرع لمجموعة بيان مقابل شوية استحقاقات. العجوز كانت بتفكر تبرع ب1,500,000 لمجرد عضوية. ليو كان متوقع رد فعل دوت من البداية وقال المبلغ دوت كفاية عشان ابقى عضو، وثبت عينيه عليها وقال لها ولا لسه. العجوزة أخيرا فات من ذهولها وإيدها بدأت ترتعش وهي بتجمع الأوراق بسرعة وبتقول ديت حاجة لازم المدير يقررها بنفسه، ومسكت التليفون فورا وكلمت شخص قالت له سيدي في مقيم جديد عايز ينضم لبيان. والعجوزة سكتت لثواني وبعدين صوتها اتغير تماما، لا مش مساهمة عادية، المقيم الجديد عرض 1,500,000 كتبرع مباشرة وكل ورقة من فئة ال 100,000. وسمعت الرد بسرعة وبعدها قفلت الخط فورا ووقفت من مكانها بانحناء محترم. عضو بيان محترم أحد المدراء جاي بنفسه يستقبلك ويساعدك في ترتيب العضوية. وليو سمع الكلام بهدوء بيفكر واضح ان اوراق ال 100,000 نادرة جدا، كان سامع قبل كده هوت ان قيمة عملة العالم السفلي مرتبطة بطاقة الين الموجودة فيها، وكل ما الفئة تعلى تصنيعها بيبقى اصعب، وده السبب اللي خلى مدير حقيقي يتحرك بنفسه ورجع قعد على الكنبة براحته وبيفكر الموضوع اسهل بكتير من متوقعته. واقل من دقيقة باب مركز الإدارة اتفتح بعنف وطاقة مرعبة اجتاحت المكان بالكامل. شبح ضخم دخل بخطوات تقيلة والشبح الاسود دخل بدون اي كلام ومشي مباشرة ناحية ليو، وقف قدامه وقال بصوت منخفض انت اللي عايز تبقى عضو في بيان. وليو حس بطاقة ضخمة للحظة بيفكر مستواه مجرد شبح شرير مش اكتر. توتر ليو اختفى فورا وبيقول بهدوء ايوه. الشبح الاسود لف ناحية العجوزة وسلمته الاوراق باحترام واضح، لوح بكم الرداء وال15 ورقة طاروا قدامه وبدأ يفحصهم بعناية شديدة، وبعد ثواني بيقول ببطء ما كنتش متوقع اشوف اوراق 100,000 فعلا. طاقة المكان هديت شوية، واضح ان موقف الشبح اتغير بالكامل، وبيقول ممكن افهم ايه اللي جابك لمجمع بيان. وبص للفلوس مرة تانية وترمي المال بالشكل دوت كأنه تراب. ليو ابتسم بخفة وبيقول دوت مجمع سكن وانا جيت اعيش، ومادام معايا فلوس طبيعي اختار افضل مكان، وسند ظهره بالراحة والخدمة المميزة عندكم للاعضاء بس، وانا بحب اشتري افضل حاجات. وكمل كلامه ولا مساهمتي لسه مش كفاية. الشبح الاسود ضحك ضحكة منخفضة وقال عضو جديد انت اول شخص يستخدم التبرعات كطريقة لكسب الاستحقاقات. وليو حس باحراج بسيط بس بيفكر واضح ان زودتك زيادة، ولكن في نفس اللحظة ليو فتح لوحة المهام بصمت. المهمة اكتملت وبيفكر صرف 1,500,000 على العضوية اتحسب كإنفاق ضخمة، وحتى لو العضوية ملهاش فايدة كبيرة المكسب كان يستحق. ورفع عينيه ناحية الشبح الاسود تاني وقال له ببرود واضح ان الناس هنا مش عارفة تستمتع بالحياة. كلام نزل كالصعقة والعجوز والشبح بصوا لبعض بصدمة، وهم شافوا ناس اقوياء كتير قبل كده لكن الشخص بيصرف 1,500,000 كأنها فكة ده كان جنون من نوع تاني بالكامل. وبعدها طلع بطاقة سوداء وقال لليو خليني اشرح امتيازات عضوية بيان. وليو مد ايديه واخد البطاقة بهدوء، والبطاقة كانت تقيلة بشكل غريب وطالع منها طاقة ين قوية. والمدير كمل ودي بطاقة الغرفة الخاصة بأعضاء بيان وكمان اثبات هويتك، وهتاخد جناح فاخر جديد في الدور ال 26. ليو سمع الكلام باهتمام وهو كمل وبيقول في الدور مفيش حظر تجوال ومفيش قوانين نظافة، لكن في قاعدة ممنوع تكسرها. ليو قلب البطاقة وبص على القوانين المكتوبة وراها. الشبح كمل بصوت منخفض ممنوع تعمل ضوضاء وممنوع تفتح الابواب بشكل عشوائي، والاهم ممنوع تدخل اوضه حد تاني بالقوه. ليو هز راسه بهدوء وبعدها الشبح المدير بدا يشرح اكتر. الادوار من 26 ل 29 بقت مفتوحه ليك، والدور 27 في مجلس اداره بيان وانا بعيش هناك، والدور 28 منطقه التجاره الخاصه بالاعضاء، اما الدور 29 فهو مركز الترفيه. ليو رفع حاجبه باهتمام بسيط والشبح ابتسم ابتسامه غريبه، وهناك تقدر تستمتع بالمقامره والمبارزات وببعض الخدمات الخاصه، حتى المطعم الدوار فوق السطح
هيعطيك اولويه بالحجز، وفي غرفه الفي اي بي واطباق خاصه للاعضاء. وبعدها بص لليو مباشره: عندك اي اسئله تانية؟ ليو سكت للحظه وبعدين رفع عينيه ناحيه الشبح وبيقول له بهدوء: عندي سؤال فعلا، لو 1.5 مليون يقدروا يشتروا عضويه، ينفع اشتري منصب اداري في مجلس بيان؟ كلام نزل كان قنبله والعجوزه اتجمدت مكانها، والمدير فضل ساكت للحظه وبعدها قال ببطء: منصب الاداره مش للبيع مهما كان المبلغ. لكن واضح ان الشبح بدا يفكر فعلا بسبب ثروه ليو، وكمل مجموعه بيان فيها اكتر من 100 عضو، لكن المدراء 13 فقط، والوصول للمنصب محتاج اختيارات ومراحل كتير. وليو كان بيسأل بدافع الفضول اكتر من اي حاجه، هدفه الحقيقي ولسه زي ما هو: الصرف واكمال المهمات. وهز راسه بخفه، واضح ان الموضوع معقد. وبعدها ليو قرب شويه وقال بهدوء: بس مين عارف، يمكن اثناء التحديات اساعدكم في حاجه. واشار بايده اشاره واضحه للمال. الشبح المدير كح، واضح انه فهم الرساله فورا، وقال له: لو عندك رغبه حقيقيه هناقش الموضوع مع باقي المدراء وهتوصل لك الاجابه بكره. ليو حس ببعض خيبه الامل، لكن الوصول للمرحله دي بالمال فقط كان انجاز ضخم بالفعل. ووقف فجاه وقرب من الشبح المدير ومد ايديه: هستنى اخبارك. والشبح المدير اتفاجئ للحظه، لكن مد ايديه الشاحبه وصافحه، ومصافحه قصيره لكن معناها اكبر بكتير. وبعدها ليو استدار وخرج من مركز الاداره، واول ما الباب اتقفل الشبح المدير وقع على الكنبه بتنهيده ثقيله واخيرا خرج. العجوزه كانت لسه مرعوبه وبتقول بصوت مرتعش: اللورد 13 مين الشخص دوت بالظبط؟ اللورد 13 هز راسه ببطء، طاقته تبدو كبشر عادي من لعبه الالعاب، لكن اللورد 13 بس اللي فلوس مره تانية، ومفيش حد يطلع 1.5 مليون بسهوله، خصوصا اوراق من الفئه ال100,000. وكمل وهو بيقول: انتاج العمولات بالمستوى محتاج سيطره مرعبه على طاقه الين، سواء كان فرد او منظمه. طرف مش عادي. العجوزه سكتت بالكامل واللورد 13 وقف من مكانه ببطء. الشراكه خارج المجمع غالبا بلا قيمه بالنسبه له، الشخص مستحيل دخل هنا هو بالصدفه، لكن لسه مش فاهم هدفه الحقيقي، جنيد او استكشاف او حاجه اخطر. لف ناحيه الباب ولازم اتكلم مع باقي المدورات فورا، وبعدها خرج مباشره. اما ليو فكان بالفعل رجع بالمصعد للدور ال 12، واول ما وصل قدام اوضته ال 1202 لقى صندوق كرتونه كبيره عند الباب وعليه ورقه مختومه مكتوبه عليها اولويه بيان، وحجم الصندوق كان ضخم، معناه ان مشترياته كلها وصلت. وليو تنهد وهو بيبص للكرتونه وبيفكر: لو كنت غيرت الاوضه الاول ما كنتش هضطر اشيل كل للدور ال 26. وفي اللحظه دي 3 ظلال سوداء عدوا من جنب ليو بهدوء، والظلال وقفت قدام الاوضه 1202 مباشره. وليو بص ليهم بتركيز، والثلاثه كانوا اشباح ناقمه، وشوشهم مش مرعبه جدا لكن نظراتهم مليانه شراسه. وليو عقد حواجبه بيفكر دولت نفس الاشباح اللي قابلهم صاحب الدماء في السلم، وايه اللي جابهم هنا بالظبط. ليو كان مهدي طاقته بالكامل وقرب بخطوات هاديه من غير ما يلفت انتباههم. وفي اللحظه ديت الاشباح الثلاثه كانوا بيتكلموا بصوت واطي، اللي شعره بنفسجي بيقولوا: قلت لكم موظفين متجر الاولويه اكيد نقلوا الحاجات للدور ال 12. وشبح تاني ضحك باستهزاء: ازاي فلاح ساكن في الدور ال 12 يقدر يشتري كل الشبح التالت قلب خبز: اكيد واحد فقير جمع فلوسه بالعافيه وبيحاول يعمل طريقه. وبعدها الشبح البنفسجي بص للكرتونه بعينين طماعه: المهم ان هو مش هنا دلوقتي، ناخد الحاجات ديت ونمشي، والقوانين بتمنع الازعاج بس ما قالتش ممنوع السرقه. والشبح التالت ضحك بخبز اكبر: وبعد ما ناخدهم نهرب على السلم عند الاخ الكبير، ومفيش كاميرات هناك، ولو صاحبها جري ورانا خليه يدفع اكتر كمان. وليو سمع الكلام كله وتنهد بهدوء وبيفكر انهم طماعين واغبياء. وبعدها ليو اتكلم فجاه: انتوا بتعملوا هنا؟ الاشباح الثلاثه اتخضوا والتفتوا بسرعه، لكن اول ما حسوا بطاقه ليو الضعيفه نسبيا الخوف اختفى فورا. والشبح البنفسجي بص له بتكبر: وانت مالك غور من هنا. وليو بص للكرتونه: واضح انكم بتتكلموا عن حاجتي. الاشباح بصوا لبعض للحظه، واضح انهم فهموا ان ليو صاحب الاوضه وصاحب المشتريات، لكن الطمع كان اقوى منهم. الشبح البنفسجي وقف وقال لليو: علشان انت قلت انها بتاعتك تبقى بتاعتك. الشبح ضحك بسخريه: انا كمان اقدر اقول انها بتاعتي. والشبحين التانيين دخلوا في الكلام فورا وقالوا: صح ديت حاجتنا. ليو كان بيبص عليهم بهدوء كانه بيتفرج على مسرحيه رخيصه، وكان عارف انهم مش هيهاجموا هنا. كاميرات اللي ماليه الممر بالكامل وفريق الامن ممكن يظهروا في اي لحظه. وفعلا بعد شويه صريخ وتمثيل الاشباح الثلاثه تبادلوا النظرات بسرعه، وفجاه الشبح البنفسجي خطف الكرتونه وجري ناحيه السلم، والاثنين التانيين وقفوا وسدوا الطريق قدام ليو. بعدها جريوا هم كمان ناحيه السلم، وليو ما حاولش يوقفهم وحط ايديه في جيبه ومشي وراهم بهدوء، لكن خطوات ليو ما كانتش بطيئه ابدا. واول ما ليو ما دخل لقى الكرتونه مرميه على الارض، والاشباح الثلاثه مطلعين مشرط صغير وبيحاولوا يفتحوا الصندوق، لكن اول ما شافوا ليو دخل السلم بنفسه ملامحهم اتغيرت من الدهشه. والشبح البنفسجي وقف ببطء ورفع المشرط بابتسامه ساخره: واضح انك مش فاهم مقامك ودخلت منطقتنا برجلك كمان. الشبح قرب خطوه ومش عارف ان السلم تحت سيطرتنا. وليو ابتسم بهدوء: اذا كان مكانكم فعلا فديت نقطه قابله للنقاش. وبعدها بص حوالينه: ولكن بصراحه انا كمان كنت محتاج مكان ما فيهوش
الكاميرات، والتعامل مع فريق الامن متعب شويه. الاشباح الثلاثه اتجمدوا للحظه، وليو بص للمشرط في ايدين الشبح وبعدين ابتسم بشفقه. انت ناوي تعمل ايه بكشاره الفاكهه ديت؟ وملامح الشبح البنفسجي اتقلبت فورا، والغضب انفجر في عينيه ولوح بالمشرط بعنف وقال له كفايه هري، لما اقطع روحك حته هتعرف قيمتك. وليو ما ردش ورفع ايده فقط وطاطا بصهابه، وفي اللحظه ديت الدخان الاسود انفجر خلف ليو، وطاقه ين مرعبه غطت السلم بالكامل. وجيانج ظهر ببطء من وسط الظلام، وكان كفايه يخنق انفاس الاشباح الثلاثه. وجيانج فكان بيبتسم ببطء شديد ورفع الساطور الضخم في ايديه وقال لهم لو عايزين تقطعوا الارواح لازم تمسكوا سكينه حقيقيه زي ديت. واول ما خلص كلامه الشبح البنفسجي اترعش بالكامل، والمشرط وقع من ايديه على الارض، والشبح صرخ برعب يا اخويا الكبير الحقني، ولف وجري ناحيه السلم باقصى سرعه. ولكن قبل ما ياخد كام خطوه جيانج رمى الساطور فجاه، والساطور اخترق الهواء بعنف واستقر في ظهر الشبح البنفسجي، وجسد الشبح اتثبت على الارض السلم مباشره. وصرخه مرعبه دوت في المكان اما الشبحين التانيين فاتجمد الدم في عروقهم، والاتنين لفوا بسرعه وجريوا ناحيه السلم. لكن في اللحظه ديت ليو حرك دراعه، والضمادات الخاصه بالملك الفرعوني خرجت من تحت الكم فجاه، وفي ثانيه واحده الضمادات لفت حوالين الشبحين بالكامل، والاتنين وقعوا على الارض وهم مربوطين باحكام. والشبح الاول بيصرخ سامحنا احنا غلطنا، والشبح التاني بيبكي ارجوك ما تقتلناش. وليو تجاهلهم تماما وبص لجيانج بهدوء ايه رايك في الادوات المطبخ الجديده؟ جيانج ضحك بصوت عالي وسحب الساطور من ظهر الشبح البنفسجي بعنف وبيقول بحماس الهديه ديت عظيمه يا سيدي، ودلوقتي اقدر اقاتل معاك واطبخ ليك كمان. وبعدها جيانج طلع حبل طول وعينيه لمعت وهو بيبص للاشباح الثلاثه مرميين على الارض، وبيقول بسعاده بثلاث مكونات جم لحد عندنا بنفسهم، والنهارده هخلي السيد يشوف يخنه الاشباح الحقيقيه. وليو افتكر الاكله اللي اكلها قبل كده في البيت المسكون، وقتها كان مضطر، لكن مجرد فكره ان ياكل حاجه كانت بتتكلم معاه خلت جسمه يقشعر. وليو كان لسه هيرفض، لكن جيانج اتكلم بسرعه المره ديت غيره، ومع الخبره اللي اكتسبتها الطعم هيبقى ممتاز وكمان هتزود قوتك الروحيه. ليو سكت للحظه وبيفكر نسيت ان يخنه الاشباح بتقوي الطاقه الروحيه، كح بخفه وقال تمام هتعبك معايا يا اخويا الكبير. وجيانج هز راسه بسعاده واضحه، ولكن بعدها تنهب بحسره بس للاسف ثلاث اشباح ناقمه قليله جدا صعب يطلعوا وليمه محترمه. وليو حط كيس السناكس على الارض وبص لفوق ناحيه السلم، وبعدها ابتسم ابتسامه خفيفه مش شرط. اول ما ليو خلص كلامه صوت غاضب انفجر من فوق ومين اللي لمس رجالتي، وخطوات عنيفه بدات تنزل من السلم بسرعه، وشبح ضخم بشعر ازرق ظهر وهو ماسك مضرب بيسبول مليان مسامير، ووراه ثلاث اشباح ناقمه تانيين. واول ما الشبح بنفسجي شافه صرخ بفرحه الاخ الكبير وصلت، وقال لليو انت ميت النهارده. وسكت الاشباح رجعت فجاه، لكن ليو ضحك بهدوء، اما جيانج فاسنانه احتكت ببعض بعنف وبيقول بحماس سيدي هختفي دقيقه. وفي اللحظه اللي خلص فيها كلامه جيانج اندفع للامام كوحش منفلت، وصوت ارتطام عنيف انفجر داخل السلم، وصرخات مرعبه طلعت واحده ورا الثانيه، وبعد ثواني فقط كل حاجه هديت. وجيانج نزل السلم وهو مبتسم، وفي ايديه ماسك ثلاث اشباح جداد، وفي الايد الثانيه كان ساحل القائد الازرق من شعره، وكان جسمه كله محطم. وجيانج بيقول بسعاده طفوليه سيدي الليله هجهز وليمه حقيقيه. وليو ضحك بصوت عالي وشال الكرتونه من الارض، واشتريت لك زجاجتين خمر كويسين وكمان مكونات زياده. واول ما جيانج سمع كلمه خمره عيونه لمعت فورا، وكان بيعشق الخمر بشكل مرعب، وانحنى باحترام بشديد وقال له شكرا يا سيدي. وبعدها ليو وجيانج استخدموا المصعد، والاتنين طلعوا السلالم لحد الدور ال 26. وفي الطريق كان بعض الاشباح كانوا بيظهروا احيانا، لكن اول ما يشوفوا جيانج شال الاشباح المدمره كلهم كانوا بيبعدوا فورا، ومحدش حتى فكر يعترض طريقهم. وبسهوله ليو وجيانج وصلوا للدور ال 26، وباب السلم هناك كان مختلف وقفل الكتروني ضخم وجنبه لافته مكتوب عليها للاعضاء فقط. وليو طلع البطاقه ومررها على القفله، والباب اتفتح فورا. واول ما ليو دخل اكتشف ان الدور ال 26 عالم تاني بالكامل، ممر واسع جدا وممتد للنهايه، والابواب بعيده عن بعض بمسافات ضخمه، وفي النص نباتات فاخره وفي كذا نافوره وصخور وديكورات، والمكان كله كان هادئ بشكل غريب. وبيفكر المساحات ديت اكبر من حجم المبنى نفسه، واضح ان قوه غريبه وسعت المكان بالكامل، وكأن قوانين الفيزياء هنا هوت ملهاش اصلا قيمه. وليو بص لبطاقه الغرفه ومشي لحد ما وقف قدام الباب رقم 43، وحتى الباب لوحده كان مختلف، خشب سميك فاخر وقفل الكتروني عالي الجوده، وكل حاجه بتقول ان المكان دوت مخصص لطبقه مختلفه تماما. ليو فتح الباب ودخل، واول خطوه جوه خلت عينه تتوسع. الشقه كانت ضخمه حوالي 300 متر كاملين، والارض رخاميه فخمه، والتصميم عباره عن اوضتين وصاله واسعه جدا، والكنب كان غريب والترابيزات فخمه، وكل حاجه كانت بتصرخ برفاهيه. لكن اكتر حاجه شدت ليو كانت النافذه العملاقه قدام الباب، زجاج ممتد من الارض للسقف بالكامل. وليو قرب ببطء وبص للخارج، وفي اللحظه ديت اتجمد مكانه بره المبنى كان عالم الاشباح الحقيقي. سماء حمراء
دمويه متداخله مع سحب رماديه وسوداء، وطاقه ين مرعبه بتنفجر من كل اتجاه، والارض تحت كانت ارض قاحله بالكامل، ارواح تايهه ماشيه بلا هدف، واشباح ناقمه بتصرخ في البعيد، ووحوش شبحيه غريبه بتتحرك وسط الخراب، ونباتات مشوهه طالعه من الارض، وعظام ولحم متعفن بعصارين في كل مكان. ليو فضل باصص للمشهد بصمت، بيفكر دوت الشكل الحقيقي لعالم الاشباح مقارنه بالمرحله المغلقه اللي اللاعبين بيدخلوها. المكان دوت كانه كابوس مفتوح بالكامل. وفجاه صوت جيانج خرج من المطبخ: سيد العشاء جاهز. وليو لف ودخل غرفه الطعام، واول ما دخل ريحه الاكل ضربت وشه مباشره، وجيانج كان مرتب السفره بشكل مثالي، وكل طبق شكله احترافي بشكل مرعب، الالوان متناقصه والريحه تخلي اي حد ينسى مكونات الاكل الحقيقيه. ورغم ان ليو عارف اصل اللحم دوت، لعابه اتحرك غصب عنه وضحك بخفه: شغل ممتاز يا اخويا الكبير، موهبتك كانت مستخبيه في نزل الينابيع الصفراء. وجيانج ابتسم ابتسامه بسيطه: وصاحبه النزله كانت مختلفه عنك يا سيدي، وكانت بخيله وما كانتش بتعاملني كويس، ازاي اطلع افضل ما عندي وقتها؟ وبعدها جيانج طلع كاسين وتصبح حلم الموت السكران، والريحه لوحدها كانت كفايه تسكر المكان. وجيانج رفع الكاس بابتسامه ممتنه: ومهاراتي اتحسنت بفضلك، وادوات المطبخ الجديده ساعدتني اكتر. وليو كمان رفع وقال له: بلاش رسميات، اقعد وكل واشرب معايا، انا جبت كل دوت مخصوص ليك، وايه لازمته لو شربت لوحدي؟ والليله عدت وسط الاكل والضحكه. وفي الصباح ليو فتح عينيه ببطء، اول حاجه عملها انه بص على عدد الناجين، والناجين فضلوا 3. وليو بيفكر واضح ان بليد والولد الفطر لسه عايشين. وبعدها فتح لوحه النظام، والمستوى الحالي مستوى لقاء الاشباح الاول، والوعي الروحي 47، والقوه الروحيه 486، وشروط الترقيه قوه الروح 500، ووعي الروحي 50. وليو وصل للارقام بدهشه بسيطه، وفرق بسيط جدا ويوصل للمرحله الثانيه. وليو بيفكر المنتدى كان بيقول ان الزراعه الروحيه صعبه جدا، وان الاختناقات بتزيد مع كل ترقيه، ومعظم اللاعبين كانوا بيحتاجوا مواد خطيره او يدخلوا معارك حياه او موت علشان يتطوروا. ولكن بالنسبه لليو الموضوع مختلف تماما، بيفكر الثروه اللامحدوده معناها طاقه ين بلا حدود، وفلوس النظام كانت بتحل اغلب المشاكل من الاساس. ومن خلال استكشافه للنظام ليو اكتشف ميزه جديده: اي حاجه تتخزن داخل المخزن ما بتبصش، لا اكل يفسد ولا ادوات تتهالك، حتى العناصر النادره تفضل بحالتها الاصليه. ابتسم بخفه وبيفكر: اقدر اجمع مواهب نادره من المجمع، اخزنها لحد ما احتاجهم، ولو ما استخدمتهمش هبيعهم في السوق التداول القادم. وبعدها ليو وقف من السرير وبيفكر: بس الاول لازم اشحن فلوس زياده، مليون كبدايه. وليو اخذ بطاقه الغرفه وخرج، والمصعد نزل بيه للدور الثالث. واول ما الباب اتفتح شاف بليد وخلفه الولد اللي كان معاه، لكن شكله محبط جدا. اما بليد فكان مبتسم بحماس واضح، واول ما شاف ليو لوح بايديه بسرعه وقال له: ثانك يو، صباح الخير. وليو بص له باستغراب بسيط: واضح انه مزاجك ممتاز النهارده، في حاجه حصلت؟ بليد سمع سؤال ليو وابتسم بثقه، وحط ايديه على كتف الولد اللي معاه وقال: يا اخ ليو، امبارح اخدت الولد دوت واستغلينا ثغره. وليو ركز من الكلام، الفضول بدا يزيد جواه. وبليد بص حواليه بسرعه، وبعدها قرب بصوته وقال: فاكر قانون حظر التجوال؟ ايه الطريقه نكسره من غير ما حد يوقفنا؟ وليو اتفاجئ شويه وافتكر فورا امتيازات الاعداء، لكن بليد كان بيتكلم عن حاجه تانية خالص. وبليد قال: امبارح جالنا شغل سري من الراجل العجوز اللي في المركز المعلومات. كمل وهو بيبتسم: طول ما احنا شغالين الشيفت الليلي نقدر نتحرك بحريه وقت الحظر باستخدام بطاقه الشيفت. والشاب اللي معاه رفع راسه وقال بفخر: وبسبب شغل الليل قدرت اجمع 500 يوان بتوع ايجار اول يوم. وبليد ضحك وقال: غير كده هوت الاشباح بالليل اقل ومرتب اعلى من النهار. وليو سمع الكلام واكتفى بهزه بسيطه براسه. المعلومات مش سيئه، على الاقل ليو عرف ان محلات كتير لسه شغاله بالليل. وبليد افتكر ان ليو انبهر بالاكتشاف دوت، فزود غروره اكتر وطلع مشط خشب من جيبه واتظبط شعره وهو بيقول: امبارح اشتغلنا باني يوان بالدور الثاني. وابتسم بثقه: حتى خدنا اسعار الموظفين. وقرب من ليو وقال: اشترينا غرض فشل في فحص الجوده، لكن تقريبا وصل لمستوى طاقه ين منخفضه. وبليد بفخر والسعر كله 300 يوان من عالم الاشباح، وضحك وقال: الشغل دوت مش مجرد ايجار، ديت فرصه حقيقيه لينا. وليو ابتسم ابتسامه محرجه، وبعدها قال: ما تقولش انك ناوي تكمل شغلك هناك. وجوه عقل ليو فكره تانية شغاله: لو بليد كمل هناك ليو ممكن يضطر ياجل خطط التسوق بتاعته النهارده. وبليد لوح بايديه بسرعه وقال: بالنهار لازم ننام شويه. وكمل بحماس: بس مدير بانو يوشان شاف اننا مجتهدين وادانا شغل تاني الليله، والمرتب كان اعلى كمان، تيجي معانا. وليو ما كانش مهتم نهائيا، وهو ملياردير بالفعل، في فكره الشغل الجزء بالنسبه له كانت مجرد تضييع وقت. وبعد ما بليد مشي ليو راح مباشره لمركز الدفع، والشبح اللي هناك اول ما شاف ليو داخل التوتر ضرب المكان كله، والخوف ظهر على وشوشهم فورا. كل الاشباح افتكرت اللي حصل امبارح، ولا واحد فيهم كان عايز يغلط قدامه تاني. وليو مشي بهدوء لحد الشباك اللي في النص،
النص وحط بطاقة العضوية وبطاقة الغرفة القديمة على الطاولة وقال مباشرة بعد الترقية الرصيد يقدر يتحول لبطاقة جديدة. موظف شبح الورق هز راسه بسرعة وهو بيقول باحترام أكيد يا فندم، والشبح أخد البطاقتين بإيده مرتعشة ودخلهم في الجهاز، وبعد لحظات رصيد ال 44,000 يوان اتحول بالكامل لبطاقة جديدة. وموظف شبح الورق بص لليو بخوف وقال حضرتك محتاج أي خدمة تانية؟ وليو هز راسه بهدوء. في نفس اللحظة أمر النظام داخليا يستبدل 100 ورقة نقدية من فئة ال 10,000 يوان، وفجأة ليو طلع رزمة فلوس جديدة تماما وحطها على الطاولة وقال بهدوء مرعب أودع المليون. وإيد موظف الشبح الورقي بدأت ترتعش بقوة، والشبح بص للفلوس وصوته اتقطع مليون، والرقم كان مرعب حتى عائلات كبيرة زي عائلة لي كانت هتتصدم من المبلغ دوت. وشبح صغير مليان حقد زيه مستحيل يحافظ على هدوءه قدام ثروة بالشكل دوت. الشبح بلع ريه وقال بخوف يا نهار، صرخت بصوت عالي تاني والخوف سيطر عليه بالكامل، ولو الشخصية المرعبة اللي قدامه غضبت قتله هيبقى أسهل من سحق حشرة. ولكن ليو ما كانش مهتم يضايقه وبص للشبح السرحان وقال له ببرود يلا خلص الإيداع. وسمع أمر ليو واتحرك بسرعة مرعوبة. ايد الشبح كانت بتترعش وهو بيخلص إيداع مليون يوان. وبعد ما العملية انتهت ليو خرج مباشرة ناحية المتجر الفاخر في الدور الثاني، وأول ما ليو دخل المحل مدير الأسر التخين خرج بنفسه من ورا الكونتر والابتسامة كانت مرسومة على وشه من أول لحظة. وليو اشترى شوية مشروبات ومكونات طبخ بهدوء وبعدها سلم بطاقة العضوية. والمدير لمح البطاقة وعينيه لمعت فورا وقال باحترام حضرتك بقيت عضو فعلا صغير في السن لكن واضح ان مكانتك كبيرة. وبص على أكياس المكونات وقال بابتسامة واضح ان حضرتك شخص يعرف يستمتع بالحياة. وبعدها المدير قرب شوية وقال بحماس بما انك بقيت عضو انصحك تزور المطعم الدوار في اخر دور. والمدير كمل بسرعة المكان هناك راقي جدا والمذاق ممتاز، وابتسم بخبث بسيط بس مستوى الصرف هناك اعلى بكتير من هنا. ليو كان بيسمع بدون اهتمام حقيقي لكن اول ما سمع كلمة مستوى الصرف عينيه لمعت فورا وقال بهدوء هو الصرف عالي. ليو ابتسم ابتسامة خفيفة كده لازم اروح. والمدير لاحظ اهتمام ليو فورا فزود حماسه اكتر وقال بسرعة لو حضرتك رحت هناك اطلب من ابن عمي يعمل لك خصم خاص. ليو فورا لوح بايديه مباشرة وقال ببرود مش محتاج خصم، وكمل وهو مبتسم لو في خصم مش هروح اصلا. المدير اتجمد مكانه وليو كمل وقال بثقة انا بحب اصرف كتير، وضيق عينيه وقال الخصومات ديت تبقى تقليل مني. المدير بلع ريو باعجاب واضح، كل حركة من ليو كانت مليانة ثقة مرعبة وبقى مقتنع اكتر ان ليو شخصية مش بسيطة ابدا. وانحنى بسرعة وقال في الحالة ديت هبلغ ابن عمي يحضر افضل المكونات النادرة لحضرتك. وليو هز راسه بهدوء وبعدها خرج من المتجر وهو شايل الاكياس وبيفكر ان العشاء الليلة ديت لازم يكون في المطعم الدوار. وفي اللحظة ديت خزن كل المكونات دخلت المساحة البعدية وبعدها دخل المصعد وطلع مباشرة للدور ال 26 وابواب المصعد اتفتحت ببطء وليو لمح بنت واقفة قدام باب اوضته. والبنت كانت شبح لكن جمالها خاطف الانتباه فورا وشكلها بالكامل كان يخلي اي حد يسرح فيها. والبنت شافت ليو وابتسمت بهدوء وقالت بهدوء حضرتك ضيف الغرفة 43. فاجئ للحظة وبيفكر ان عمره ما شاف الشبح دوت قبل كده. والبنت لاحظت حذر ليو فانحنت بسرعة وقالت انا سكرتيرة العضو الخامس من مجلس مؤتمر بيان، ورفعت راسها وقالت بهدوء بامر من اعضاء المجلس في اجتماع الليله لمناقشه التعاون مع حضرتك. وليو فهم الموضوع فورا وقال بهدوء مفيش مشكله، وكمل وهو بيتحرك ناحيه الباب انا ناوي اتعشى الليله في المطعم الدوار. وابتسم ابتسامه بسيطه نتكلم هناك اثناء الاكله. وسكرتيرة الشبح هزت راسها بخفه وابتسامه خجل ظهرت على وشها وبعدها طلعت سلسله يشم على شكل سمكتين ين ويانجا وقالت باحترام لحظه واحده. وطاقه الين بارده خرجت من ايد سكرتيرة الشبح ودخلت في السلسله فورا، والسلسله اطلقت نور صافي في الهواء. وليو ركز في المشهد باهتمام وبيفكر ان دي طريقه تواصل بعيده المدى. وبعد ثواني الضوء اختفى ثم رجعت يلمع تاني ولكن بلون رمادي قاتم، والطاقه الرماديه اتحولت لخيط دخان بارد ودخلت مباشره داخل جسد السكرتيرة الشبح. وفي اللحظه ديت رساله المجلس وصلت.